السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، والنهاردة جاية لكم فيديو جديد. عارفة ان انا بتأخر عليكم في الفيديوهات ومش بنزل فيديو كل يوم. بس انا بحاول ان انا التزم يعني وانزل فيديو يوم ويوم حتى، لان الفترة دي كده عندي ظرف، فمش بعرف انزل كل يوم لحد ما اظبط كده الدنيا معايا يعني، وان شاء الله نلتزم مع بعض من تاني. انا بقى اول حاجه كده جبت معاكو بصلايه كده وسط وطماطمايه واحده برضو وقرن فلفل وضربتهم فرمتهم هنا. فرم خشن شويه، انا ما نعمتهمش قوي، لو انتوا تلاحظوهم هتلاقوهم مش ناعمين قوي. بس بقى وجبت حاجة كده علشان اقدر ان انا اتبل فيها يعني الفراخ. انا ما كنتش هركن الفراخ خالص، فحطيتها كده في حاجة مفتوحة علشان احط براحتي بقى البهارات. حطيت حبهان وحطيت بابريكا وحطيت فلفل اسود وملح ورشة صغيرة كده من الكاري ورشة جوز الطيب. وكمان حطيت حوالي معلقة صغيرة كده دبس رمان. وهبتدي بقى ان انا امسك التتبيلة دي كلها، يعني هدخل كل البهارات دي كده في بعض علشان احس بالريحة. وانا هنا نسيت ان انا احط توم، بس صدقوني ما فرقتش خالص، طلع طعمها تحفة تحفة تحفة. ويعني ما حسيتش ان انا ما حطيتش توم من كتر ما التتبيلة ريحتها وطعمها كانوا تحفة بجد. زي ما انتم شايفين بقى كده بدأت ان انا آه، ادعك كل ده بقى في بعضه كده، وادخل كل الحاجات دي في بعضها علشان تديني طعم حلو. وجبت بقى الفراخ معاكو كده وابتديت ان انا اتبلها. ابتديت ان انا اتبل اللحم كويس ما بين الجلد كده واللحم، علشان الفراخ يعني تشرب من التتبيلة بتاعتها. جبت بقى اصغر حاجة عندي، اصغر صينية عندي، وقلت يعني مش مستاهلة ان انا اجيب حاجة كبيرة، هم اصلا هيجوا في الصينية دي يعني، فجبتها ونزلت كده بالفراخ بتاعتي وحطيت باقي التتبيلة عليها. وكل اللي هحطه لها هي معلقة زيت كده على الوش علشان بس الفراخ تاخد لون حلو. هنا بقى كنت بمسح الطاجن بتاعي كويس علشان لما يدخل الفرن الحاجات دي ما تخليهوش يتحرق ويبقى صعب يعني في الغسيل بتاعه. زي ما انتم شايفين بقى كده خلصت في ثواني معايا، ما كملتش حاجة خالص. كنت مخلصاها ومدخلاها اول حاجة الفرن. والفراخ بقى في الفرن كنت انا حرفيا خلصت باقي الاكل، يعني الفراخ طلعت وانا خلاص هطفي على باقي الاكل. جيت هنا بقى جبت معاكم بصلاية كده وسط وفرمتها برضو فرم خشن كأني مقطعاها على ايدي، مش عايزاها فرم ناعم. وهجيب معاكم الحلة بتاعتي، هنزل فيها بمعلقة سمنة وشوية زيت صغننين خالص، وهنزل بالبصل كده وافضل بقى اشوح البصل لحد ما البصل يبتدي يدبل معايا. انا دايما كانت ماما تقولي ان قبل ما ادخل المطبخ الاحسن حاجة ان انا ابقى مرتبة في دماغي انا عايزة اعمل ايه. يعني انا هبتدي بايه، ايه اكتر حاجة في الاكل هتاخد سوا، هي ابتدي بيها الاول علشان ما اخدش وقت، يبقى الاكل بتاعي كله بيخلص مع بعضه. فانا دايما مثلا لما بكون هعمل فراخ او كده ببتدي الاول ان انا اتبل الفراخ وادخلها الفرن. الساعة بقى اللي هي مثلا هتقعدها في الفراخ او في الفرن قصدي، او الساعة الا ربع اللي هتقعدها في الفرن، بكون انا خلاص خلصت الاكل بقى الباقي حواليها. زي ما انتم شايفين بقى كده ابتديت اشوح معاكم البصل، وحطيت معلقة صغيرة فلفل احمر، وكمان حوالي فصين توم كده. وابتديت بقى ان انا اشوح كل ده مع بعضه. حطيت بقى هنا كانت البصل خلاص دبلت كويس، فحطيت بقى معاكم معلقة صلصة كده. وهنزل بقى معاكم بكيس صلصة من الصلصة اللي انا مفرزاها. بصراحة الصلصة بقى عندي قربت تخلص كده، عايزة ان شاء الله قبل رمضان افرز معاكم صلصة. دي من اكتر الحاجات اللي في البيت اللي انا بجد مش بستغنى عنها ابدا ابدا. هي اصلا بتكون متسبكة، هي يا دوب بتفك زي ما انتم شايفين كده، وتبتدي بقى السخونية ان هي تغلي. انزل بقى باي خضار انا عايزاه. انا النهاردة هعمل معاكم بسلة، وانا يا جماعة عاشقة للبسلة، بحبها قوي قوي قوي.
باحسّها أكلة جميلة كده طيبة، فقُلت بقى النهارده كده أعمل بسلة معاكم. أنا كنت مفرّزاها برضه معاكم قبل كده، لو رجعتوا للفيديوهات القديمة هتلاقوني كنت مفرّزة معاكم البسلة، وكان في بسلة حاطاها من غير جزر، وبسلة تانية كنت حاطة معاها جزر. البسلة اللي من غير جزر دي لمّا أنا باجي أعمل مثلًا صينية فراخ بالخضار أو كده، باخد منها. فزي ما أنتم شايفين بقى كده حطيت البسلة وسِبتها كده خدت غلوة مع الصلصة، وبعد كده جِبت قرن فلفل كده قسمته على 3 علشان برضه ما يخلّيهاش تبقى حرّاقة أوي يعني، وزوّدت كده بقى مَيّة سخنة وسِبتها بقى تستوي، تغلي بقى وتستوي مع نفسها. على بال ما البسلة هنا بقى تستوي، لإن البسلة اللي هتاخد وقت في السِوَى أكتر من الرز، جِبت بقى برضه معلقة سمنة وهاحط معلقة زيت كده لزوم فلفلة الرز كده ويبقى بيلمع وحلو، وهانزل معاكم بشعرية وهابتدي بقى أحمّر الشعرية لحد ما الشعرية دي تبقى لونها جولد كده، وبعد كده هانزل عليها بالرز. بس كده يعني الأكل كُلّه ما شاء الله خلص مع بعضه، كان حرفيًا يعني يعني مش قادرة أوصف لكم الدخان كان عامل إزاي وأنا غرفاه، هتشوفوا في آخر الفيديو، هتشوفوا إزاي كان الدخان بتاع الأكل طالع من كتر ما هو لسه شايلاه من على البوتاجاز، يعني سخن جدًا. هنا بقى كانت الشعرية خلاص اتحمّرت كده، هابتدي بقى إن أنا أنزل معاكم بالرز. أنا باحب أوي أحمّر الشعرية كويس علشان يعني تبقى حلوة كده ومفلفلة، وبس في نفس الوقت مش باغمّقها أوي، اللي هو تغمّق لون الرز معاها يعني، هي تبقى جولد اللون الحلو كده، تبقى جولد نقوم نازلين بالرز ونقلّب في ساعتها على طول. هاضبّط بقى الملح وهاحط العقد بتاع الرز بتاعي وهاسيبه يغلي كده ويتشرّب على نار عالية، وبعد كده هارجّعه على العين اللي ورا تاني وهاوطّي عليه بقى النار وهاسيبه يستوي مع نفسه خالص. بس كده ضبّطته، وزي ما أنتم شايفين كده رجّعت الحلة دي ورا وجِبت البسلة تاني قدّام، وهانزل معاكم بقى ببطاطستين كده صغيّرين، دي كانت تاني بطاطساية، الأولانية الكاميرا ما كانتش مفتوحة فيها، وأنا ما باحبش أحط بطاطس كتير فيها، علشان النشا برضه ما يخلّيش الصلصة بتاعتها تتقل أوي وتبقى تقيلة في الأكل. هنا بقى الرز كان خلاص يعني زي ما أنتم شايفين كده مفلفل، فاضل له بالكتير 5 دقايق وهاطفي عليه، والفراخ كمان خلاص كانت استوت وطلعت معايا. شايفين شكلها والله العظيم ريحتها كانت تحفة يا جماعة. بجد يعني أنا قليل أوي لمّا باسلُق فراخ، أنا دايمًا باحبها مشوية وكده، فباحب أعملها يعني بطُرق مختلفة. أنا عملت معاكم كذا طريقة في القناة هنا، ارجعوا لهم والطريقة اللي تريّحكم اعملوها. وده كان شكل الأكل بتاعي، أنا بس اللي كنت هاكل عشان أحمد كان لسه بدري عليه على ما ييجي من الشغل، وأنا بصراحة كنت جعانة جدًا. خلّصت بقى الأكل ودخلت معاكم كده، كان عندي فراولة، فقُلت بقى أبتدي إن أنا كده أغسلها أشيلها بقى أفرّزها معاكم كده. طبعًا أنا باغسل الفراولة حلو جدًا، أنا بافضل أغسل في الفراولة لحد ما ألاقي المَيّة بتاعتها شفافة خالص ما فيهاش أي شوايب خالص. ولاحظت بقى إن في ناس بتحب لمّا تيجي تغسل الفاكهة تحط عليها خل وكده، بس أنا بصراحة مش باحب الطريقة دي خالص، أنا مش عارفة يعني إيه فاكهة نحط عليها خل، لأ طبعًا. فأنا باخلّي المَيّة كده تبقى جارية عليها و بابتدي إن أنا أغسلها لحد ما تبقى المَيّة شفافة. هنا بقى كنت نقّيت فراولاية كده كانت حلوة يعني وأكلتها، جيت بقى أشيل بالإسباتيولا دي ما نفعتش خالص، فقُلت إيدي تتصرّف وقسّمتهم على 3 أكياس علشان إحنا يعني بنحب لمّا أعمل عصير يبقى مثلًا كل واحد كوبايتين أو كده، يعني يبقى عندنا عصير بزيادة، فما رضيتش أقسّمهم أكياس صغيّرة، فقسّمتهم على 3 أكياس. آآ بس كده، وقُلت بقى يعني لو طلّعنا منّهم حاليًا تمام،
ما طلّعناش هاسيبهم بقى لرمضان، أنا كده إن شاء الله الفواكه والحاجات دي ناوية أجيب منها، بس زي ما باقول لكم يعني أنا كل ما باقول أنا عايزة أجيب وأفرّز لرمضان، أبُص ألاقي إن كل حاجة ما شاء الله اللهم بارك موجودة في السوق، سواء خضار، سواء كُرنب، سواء فاكهة، لأ يعني رمضان رمضان لمّا بييجي في الشتا بصراحة بيبقى السوق مليان خير يعني، فمش عايزة أحس إن أنا يعني مفرّزة حاجات التلج بياكل منها وخلاص. خلّصت بقى الفاكهة أول حاجة، وبعد كده كان عندي فرخة كده كنت جايباها قُلت بقى أنضّفها معاكم بالمرّة وأقسمها كده علشان أشيلها في الفريزر وأخلّص بقى كل اللي ورايا، يعني اليوم ده آآ كان يوم عَلَمي. أنا اليوم ده عملت حاجات كتيرة تانية في البيت، أنا بجد أنا طبّقت غسيل ونشّرت غسيل وغسلت غسيل، ويعني لا، الغسيل ده حاجة صعبة أوي يا جماعة. أنا شايفة إن هُم بقى يخترعوا لنا حاجة تكون بتطبّق الغسيل وحاجة تانية بتنشّر الغسيل، علشان يعني ما فيش أبرد من كده بجد. زي ما الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال، عندنا الغسالات بتغسل الغسيل، يا ريت بقى يخترعوا حاجة تطبّق وتنشر وتلِم، علشان حاجة صعبة أوي. باحس إن أنا واقفة في دوّامة كده لمّا يبقى في غسيل في البلكونة عايز يتلَم، وغسيل عايز يتغسل، وغسيل عايز يتنشر، وغسيل تاني عايز يتطبّق، إيه كل الحاجات دي؟ يالّا ما علينا، الحمد لله، ربنا يديمها علينا يا رب نعمة كده ويحفظها من الزوال. أنا بقى زي ما أنتم شايفين كده مسكت الفرخة، نضّفتها من تحت الجلد، من عند الأوراق، أي أي حاجة فيها أنا شِلتها، وشِلت الأجزاء اللي بتبقى في الأجنحة اللي هي بتعمل زفارة دي، وهابتدي بقى إن أنا أقسمها معاكم كده على 2، هاخد الوركين في مرّة في أكلة، والصدرين في أكلة. وبعد ما أقطّعهم بقى كده وأفتح الصدر من ورا، هابتدي بقى إن أنا أحطّهم في محلول نقع كده وأسيبه، أسيب الفرخة يعني في محلول النقع ده كده حوالي نُص ساعة على الأقل، فباحطّها في ليمون ودقيق، وباحط لها شوية مَيّة وبادعكها بالليمون والدقيق، وبعد كده خلاص لمّا باسيبها حوالي نُص ساعة، باشيلها أشطفها يا دوب شطفة، وأحطّها بقى في الأكياس بتاعتها وأدخّلها الفريزر، ما شاء الله باطلّعها من الفريزر على الحلة على طول، ولا زفارة ولا ريحة مش كويسة، وبتبقى زي الفل. هنا بقى كنت خلّصت وشطفتها وهاعبيها بقى في الأكياس معاكم، وهاشيلها في الفريزر، وبكده خلاص هيكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب الفيديو بتاعي يكون كان خفيف على قلوبكم وسهل كده وسريع، هي كانت حاجات تفريزات بسيطة أوي وأكلة سريعة كمان. مستنية تشجيعكم ومستنية كلامكم الحلو، وأشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو الجاي، مع ألف مليون سلامة.